السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ بما ان العيد قرب وكل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البرواز الحلو ده. اول حاجه هجيب اي طبق مدور عندي، اي حاجه مدوره عندي، وهبدا ان انا اعمل دايره كده على الكرتون. تمام. بعد كده بقى اقصها بالمقص بالشكل ده. هجيب الخروف دوت انا طبعته من على النت، واخلي في بالي حجمه يكون حجمه مناسب لحجم الكرتونه اللي انا عملتها، ما يكونش صغير قوي ما يكونش كبير قوي. تمام. هبدأ بقى على فوم لونه اسود، هبدأ ان انا امشي عليه بالشكل ده واحدة واحدة عشان التفاصيل الصغيرة تظبط معايا. وكمان لو ايديكم بتتهز ممكن تثبتوه بجلو. خلاص، ده شكله. انا مشيت على الشكل الخارجي كله، هبدأ بقى ان انا اقصه بالمقص بالشكل ده. ده كده الهيكل الخارجي بتاع الخروف. هاجي بقى لحتة حتة. اول حاجة الجزء اللي فوق ده انا هعمله على فوم لونه ابيض. نقطته كله كده، ثبته الاول وبعد كده نقطته بعصاية شيش طاووق بقى واضح بالنسبه لي. وهبدا ان انا اعمل الجزء التاني برضو اللي عايزه اعمله باللون الابيض، وهو جسم الايه الخروف. همشي برضو على الاجزاء الفاتحه اللي في البطن، هبدا ان انا امشي عليها بالشكل ده. تمام. لو حابين طبعا هحاول ادور لكم على باترون يكون مناسب شبهه، او هنزل لكم الصورة اللي انا عاملة منها الشكل ده. خلاص. لو تاخدوا بالكم اي حاجة لونها يعني فيها دخلات كده انا كنت بدخلها. هبدأ بقى ان انا اقص. بصوا، اي حاجة فيها داخلة لجوه كده انا بعملها علشان اللون الاسود يبان معايا اهو. خلاص، تنايات كده اهو زي الباترون بالظبط على فوم بقى لونه بيج. وهبدأ ان انا امشي برضو على الاجزاء دي اهو، شايفين الشكل ده. وكمان الوش همشي بقى عليه كله بالشكل ده. تمام. هو انا المفروض ما كنتش ارفع البطن عشان اعرف اثبته تاني، فانا حاولت ان انا احطه في نفس المكان وفرغت مكان الانف والعين. خلاص، خليه زي ما هو ونفرغ مكان الانف والعين علشان ممكن انتوا ما تعرفوش تظبطوه في نفس المكان. هبدأ بقى كمان الرجل همشي عليها بالشكل ده. هنقطها كلها. طبعا لما بنقط بيبقى واضح بالنسبه لي جدا، يمكن مش واضح في التصوير بس هو واضح الشكل جدا في الاخر اهو. هقصه بقى كله. هقص بقى الاجزاء اللي انا عملتها. مكان العين بقى انا بس هبدأ اعمل فتحة كده صغيرة، وهقص منها شوية علشان يبقى اللون الاسود معايا لما احطه عليه. خلاص، فهبدأ ان انا هاخد حاجة بسيطة خالص من العين كده، من فتحة العين اهو. وبرضو الرموش كده هخرم خرمين صغيرين جدا 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 علشان هيبان على اللون الاسود. هو مش هيبان دلوقتي بس هيبان لما يتحط على اللون الاسود. هعمل كده في العينين الاتنين.
وفتحة الانف برضو هعمل البق برضو حاجة بسيطة جدا جدا. الحاجات دي مش هتبان ان هي مش واضحة، بس لما تتحط على الفوم الاسود هتظهر اكتر. خلاص. بالنسبة بقى للوردة انا حاولت كده ان انا اقطعها بالشكل ده. خلاص هقصها. وكمان عملت لها كده نقطة فوقيها بالفوم جليتر. هبدأ بقى اهم حاجة واللحظة اللي انا بحبها جدا، اللي هي اجمع الاجزاء اللي انا عملتها دي فوق بعضها. هبدأ بقى احط جزء جزء بالشكل ده اهو. اظبط ايدي كده علشان الشغل في الاخر يطلع كويس. تمام بالشكل ده. بكده الشكل خلص. بعد ما حطيت الوردة دي وظبطتها، حاسة ان هي مش اجمل حاجة. فانا عندي خرامة على شكل وردة كده لطيفة، فبدأت عملت بالفوم السادة والفوم جليتر. فشايفة ان الفوم السادة احسن يعني. قولولي برضو رأيكم تحت في التعليقات. هخلي الخلفية من نفس الفيونكة علشان تعمل ميكس كده معاها. فهبدأ ان انا امشي كده بعصاية الشيش تاوك على فوم لونه احمر. خلاص وهقصه. بعد كده بقى انا هسيب حوالي سنتي او نص سنتي كده من الجوانب. مش هقص بالظبط مكان ما انا عملت، علشان حتى لو الكرتونة طلعت كبيرة شوية ما تبقاش باينة. خلاص اهو هظبطها على الشكل كده. الكرتونة طبعا الفوم اكبر منها بكتير. مكان بقى ما مشيت بعصاية الشيش تاوك هبدأ ان انا انقطه كناحية ديكورية، يعني اكني مخيطاه على ايدي كده يعني. تمام. همشي عليه كده داير ما يدور. والزق بقى بمسدس الشمع كده. لو في اجزاء ما لزقتش كويس هبدأ ان انا اعيد عليها بالشكل ده. واخر حاجة بقى الخروف، هبدأ ان انا احدد مكانه بالظبط الاول عشان يبقى في نص الاطار، وبعد كده هبدأ ان انا الزقه بالشكل ده اهو. كده شكله يكون جاهز معايا. بس انا حابة ازينه اكتر، فهجيب استرسات كده وهحطها داير ما يدور كده حوالين الاطار، بدل ما يبقى سادة كده مفيهوش اي حاجة. ده هيديله شكل جمالي اكتر. لو وصلتوا لحد الجزء ده من الفيديو يبقى انتوا ضيوف مميزين. ما تنسوش بقى توقفوا الفيديو وتنزلوا تعملوا لي لايك، ولو مشتركتوش في القناة يا ريت تنوروني. واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم فيه. ولو حابين اعمل لكم اطارات تانية جديدة ومختلفة للعيد اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات. وهبدأ بقى ان انا اعلق كده بخيط، اي خيط عندنا، خيط صوف، خيط خيش، اي حاجة هبدأ ان انا اثبتها علشان اعلقها بقى. تمام.
قلم اسود وهبدأ ان انا امشي كده على الانف وفتحة البق والعين علشان يوضحوا معايا اكتر. طبعا دي اختياري، لو ما عندكيش قلم اسود عادي جدا. هي كان شكلها كويس بس بالقلم الاسود هتوضح اكتر. ودي كده كانت فكرة النهاردة. اتمنى فكرة النهاردة لو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.